السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. شكرا كل اخواتي اللي على القناة اللي وصوني ودعموني. بحبكم في الله جميعا يا رب كده، وشكرا لكم والله. احلى اخوات واحلى عيلة. ربنا يديم التواصل بينا يا رب، ربنا يخليكم لينا، ويا رب يجعل اخر الاحزان عندنا يا رب ان شاء الله. ادعوا لي يا جماعة والله. انا في لسه حالة الحزن مستمرة، بس الحمد لله على كل حال. معايا فيديو بسيط وسهل. الفيديو ده طبعا ده كنت مصوراه قبل الوفاة، بس المونتاج بمنتج حاليا دلوقتي. معايا نوعين مانجا بنات، المفروض كنت نزلته من فترة، بس عشان المشاكل الحادثة يعني والوفاة اللي حصلت ف... فما منتجتش يعني ولا نزلته. نوعين مانجا معايا، مانجا الزبدية ومعايا مانجا النعومي، اللي هي المانجا النعومي اللي فيها حتة محمرة. المانجا الزبدية هي اللي هنعمل منها العصير. اما المانجا النعومي برضو بتتعمل عصير، بس عشان هي لحمها كتير وحلو، لحمها كتير وناعم. هعمل منها مثلا لو هعمل تورتة او ايس كريم او اي حاجة زي كده، هخزنها كده في علب لوحدها. اما المانجا الزبدية بخزنها زي ما هي صحيح. دي طريقتي معتمدة على طول، ما بغيرهاش. بس يعني هو اللي يعني اللي بيعمل الطريقة التانية اللي انا هعملها. مثلا لو حد جايب يعني كمية صغيرة، او عشان ما تاخدش مكان في التلاجة، بس انا بحب اشيلها زي ما هي كده صاحية. والله العظيم تحفة، كأني لسه جايباها طازة. بحطها كده في الفريزر عشان انا عندي يعني تلاجة فريزر، بحط فيها الفاكهة والخضار وكده، فبشيلها كده في الاكياس. دي الطريقة الاولى اللي انا بعملها ومعتمداها من سنين السنين، وما بغيرهاش الصراحة، لان عجباني ومريحاني وكده. دي الطريقة التانية زي ما بقول لكم يا بنات. انا مصورة الفيديو ده قبل الحادثة والوفاة اللي حصلت عندي، فبمنتجه يعني في الايام دي يعني، لان كنت بروح لابني سيلفي كده المستشفى، وبروح له يوميا في البيت، وما كنتش بقدر امنتج وكده. عشان القناة وكده متوقفش، فلازم اكمل واواصل رغم حالة الحزن اللي انا فيها. بس الحمد لله يا رب، ربنا يجعل اخر الاحزان ان شاء الله، ويصبرنا ويصبر امي وابوه يا رب، ويكرمنا يا رب الصبر والسلوان. والحمد لله على عطية الله، قدر الله ما شاء فعل، ولا حول ولا قوة الا بالله. بصوا انا بقطعها كده، بغسلها حلو كده تحت الحنفية، وبقطعها كده مكعبات اللي انت تحبيه يعني. هو ساعات يعني وعلى طول يعني تعملها كده بالسكينة، هتطلع معاكي سهلة وسلسة وحلوة جدا. يعني الطريقة دي او المانجا دي احب اعملها كده عشان مثلا لو محتاجة اعمل تورتة او ايس كريم، بتكون سهلة معايا في العلب دي يعني. ممكن تشتريها، او كنا بنجيب يعني حلويات، وبحب احتفظ بيها. انا بغسلها واشيلها، بحب احتفظ بيها. ف يعني اي ممكن في علب تلاجة برضو، اللي يريحك المتاح عندك يعني. فانا بعملها بالطريقة دي، يعني طريقة سهلة وبسيطة وبدون اي افتكاسات. هو الفيديو سهل وبسيط وصغير كده عشان متزهقوش وتملوا مني، فحبيت انزله لكم يعني، اوريكم الطريقتين. والمانجا انواع كتيرة، في العويس والسكري وكله، بس الزبدية احلى نوع في العصير، والنعوم حلوة برضو في العصير، بس تكون احلى عشان تاخدي منها اللحم الحلو بتاعها. وكده مسكرة، هتنفع معاكي في التورت، وهتنفع معاكي في الايس كريم. بس مش اكتر من كده. انا حبيت اوريكم طريقة التخزين وكده. انا كنت عاملة مخزنة كمية قبل كده، بس ما صورتهاش للاسف يعني.
عشان الوقت اللي عندي وضيق الوقت يعني وكده ومشاغل البيت زي ما انتوا عارفين. الله المستعان. بعد كده الأولاد بدأوا الأيام دي الدروس وكده، فربنا يكرمنا ويكرمهم كده ويقف جنبيهم يا رب، ويعين أولياء الأمور الطلبة طبعا على أولادهم. يا رب ويكرمنا يا رب، يا رب يكرمنا في أولادنا جميعا ويبارك فيهم وفي عمرهم ويحفظهم من كل شر من كل سوء، وربنا يرزق المشتاق بالذرية الصالحة. اللهم آمين يا رب العالمين. ويكرمنا ويجعلنا من الصالحين الصابرين المتقين. الحمد لله رب العالمين. تاني مرة بشكر حبايبي اللي علقولي ووصوني، ربنا يكرمكم ويخليكم ليا أحلى أخوات، أحلى عيلة بجد. ربنا يكرمكم ويخليكم ليا إن شاء الله. وادعموني كده يا بنات بالمشاهدة الحلوة واللايكات والتعليقات عشان أقدر أتواصل معاكم. بجد أنا في كرب شديد، اللي مر بالمراحل دي أو عنده حالة وفاة هو هيفهم أنا بقول ايه وهيقدر الحالة اللي أنا فيها. فيعني شجعوني بكومنت حلو ولايك حلو ومشاهدة للفيديو عشان نفسي كده تتفتح واقدر اكمل معاكم واواصل وانزل باقي الفيديوهات اللي عندي. انا كنت بصور فيديوهات كتيرة، انا بصور وبركن الفيديو وبعد كده منتج وكده. فبالله عليكم ادعموني. وده كان شكل العلبة كده، الكمية كلها بعد ما خلصتها عملت كذا علبة يعني وشلتها بالطريقة دي. تحفة وسهلة وبسيطة، وان شاء الله تقدروا تعملوها وتنفذوها واي كمية تحبي هاتيها اعمليها هتعجبك يعني. وعلى كد عدد افراد اسرتك وعلى كد امكانياتك وظروفك شوفي انت هتجيبي كام كيلو وتخزنيه وهتعملي عايزة تحطيها صحيحة كده او بالشكل ده تمام.